السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صبي العصير على كيك البرتقال واستمتعي بكيك لذيذ جدا جدا واكتر من رائع. تابعي معايا الفيديو للاخر ويلا عشان تعرفي الطريقة بالتفصيل. بس قبل ما ندخل على الفيديو، اتمنى من كل قلبي اللي مش مشترك في القناة يشترك، اعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل الجرس لو الفيديو عجبكم. طبعا نقول بسم الله ونبدأ بالمقادير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هعمل معاكم كيكة برتقال بطريقة حلوة جدا. مقاديرنا ايه؟ عندي هنا كوباية برتقال بس هنستخدمها بعدين. عندي هنا نص كوباية عصير برتقال، عندي بشر برتقانة، 2 بيضة، عندي كوباية سكر ونص كوباية زيت على سمنة، وممكن تستبدليها بنص كوباية زيت بس زيت ذرة، وكيس كيك شيف. تعالوا نشوف هنعمل ايه مع بعض. دلوقتي احنا هنعمل كل شغلنا في الخلاط. هنعمل ايه؟ هنحط كوباية السكر كلها اهي على الاتنين البيضة، على نص كوباية عصير البرتقال، ونص كوباية الزيت والسمنة، وبشر البرتقال بتاعنا اللي احنا قايلين عليه. طبعا انا هكتفي بعصير البرتقال وبشر البرتقال بس، مش هحط فانيليا ولا اي حاجة. هضربهم في الخلاط وارجع لكم. حبايبي دلوقتي ده الخليط بتاعنا اللي احنا ضربناه في الخلاط. دلوقتي انا معايا ايه؟ معايا كوبايتين ونص دقيق، هنزل عليهم بكيس كيك شيف او كيس بيكنج باودر المتوفر عندكم يعني، وهحط ذرة ملح اهي. ودلوقتي هقلب كل المكونات دي مع بعض كويس كده. انا قلبت المكونات كلها في بعضها، والدقيق انا عيرته بنفس الكوبايه اللي عيرت بيها كل المكونات. دلوقتي هنزل بالخليط بتاعنا اهو. دلوقتي انا فضيت الخليط بتاعنا اهو، وهبدا اقلبه في اتجاه واحد اهو. وانا اصلا من قبل ما بدات اعمل في الكيك وانا اصلا كنت مشغله الفرن عشان يسخن. دلوقتي هفضل اقلبهم كلهم في اتجاه واحد. بس يا حبايبي دلوقتي انا قلبت الخليط بتاعنا كويس جدا، وجبت صينيه بدرتها بالدقيق. هبدا دلوقتي انزل بالخليط بتاعنا في الصينيه اهو. دلوقتي انا بعد ما حطيت الخليط في الصينيه وخبطتها خبطتين كده على الرخامه، هحطها دلوقتي في الفرن، واول ما تطلع هوريها لكم ونشوف هنعمل ايه بعدها. دلوقتي يا حبايبي طب بعد ما طلعنا الكيكه من الفرن، هنبدا بقى نعمل بيها فتحات كده بالخله دي او بتاعه الشيش طاووق، او حتى لو ما عندكيش تقدري تعملي بالشوكه عادي اهو كده. كده خلاص بعد ما عملتها بالخله زي ما قلت لكم، ده بقى كوبايه البرتقال اللي انا قلت لكم عليها. هنبدا بقى ان احنا نصبها على الكيكه كده كلها من فوق. عايزين الكيكه تشرب من البرتقال كله. دلوقتي هنا صبينا كل العصير، هسيبها بقى دقيقتين تكون شربت العصير ده كله، ونشوف شكلها بقى عامل ازاي. دلوقتي الكيكه شربت العصير اللي احنا حطيناه. هنبدا بقى ان احنا نقطعها كده. هخلص تقطيعها واوريها لكم. ودلوقتي بعد ما قطعنا الكيكه بتاعتنا، شايفين شكلها حلو ازاي؟ حقيقي بجد
شكلها حلو وطعمها احلى وريحتها جميله جدا. وهنا حبيت اوريكم قطعه، شايفين حلوه ازاي؟ بسم الله، شايفين؟ حقيقي بجد حلوه قوي. لو عجبكم الفيديو بتاعنا ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم مننا كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.